ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. انا النهارده عملت لكم بقى صينيه بسبوسه، ما اقولكوش على جمالها، ما اقولكوش على السهوله بتاعتها، اسهل من السهوله. لو لاي حد عنده مشكله في صينيه البسبوسه تابع معايا الفيديو وامشي معايا بنفس الخطوات اللي انا هعملها، بجد هتقدري تعملي احلى صينيه بسبوسه، وكل اللي هيدوقها من ايدك مش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. لو اي عروسه عندها اي مشكله في البسبوسه اعمليها بطريقته وبجد هتدعيلي. ولو انت لاول مره تتفرجي على قناتي ما تنسيش تشتركي في قناتي وتدعميني باللايك والاشتراك. يلا بينا يا حبايبي ندخل نتفرج على اجمل طريقه تحضير للبسبوسه. معايا المكونات النهارده بالنسبه للبسبوسه. معايا نص كيلو سميد بسبوسه، هي الصينيه حبايبي بتاخد نص كيلو سميد من البسبوسه بالظبط. ومعايا كوبايه كامله سمنه سايحه، ومعايا كوبايه لبن الا حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده، مش بملى الكوبايه لبن كلها. ومعايا برضو كوبايه سكر الا حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. ومعايا نص كوبايه بشر، وده اختياري لو متوفر عندك، بس الصراحه هو بيديلها طعم حلو قوي وريحه. ومعايا نص معلقه صغيره بودره، وده مهم قوي. ومعايا هنا معلقتين شربات طحال، الشربات ده ممكن نبدله بعسل نحل او عسل كليكوز. هنا فايدة الشربات ايه او العسل النحل او الكليكوز، بيخلي حتة البسبوسة معانا متماسكة، ولما نيجي نقطعها مش هتبقى مهرية معانا زي ما هتشوفي معايا في الفيديو. يلا بينا يا حبايبي نحضر اجمل صينية بسبوسة. اول خطوة معايا نص معلقة صغيرة البودر، بننزل بيها كده على سمية البسبوسة. تمام يا حبايبي. وبعد كده انا معايا رشة ملح بسيطة قوي بننزل بيها كده. وبعد كده حبايبي نص كوبايه من البشر. هنقلب بقى كل الحاجات الجافه دي كده الاول قبل ما انزل بالسمنه. دي اول خطوه معانا. بعد كده حبايبي السمنه اهي هي سايحه، تمام. ننزل بقى كلها كده على السميد. بعد كده حبايبي انا يا دوبك بس بشرب السميد من البسبوسه. دي اول خطوه معانا في البسبوسه. ما اقولكوش هي قد ايه سهله بجد، انت لو عملتها بطريقتي مش هتطلع عندك اي مشكله خالص في البسبوسه. كده حبايبي زي ما انتم شايفين بعد ما شربت السمنه في قلب السميد وبيبقى هو ده الشكل اللي مطلوب. دي اول خطوه معانا. بعد كده حبايبي بقى شوفي الخطوه اللي جايه هعملها ازاي. هنركن دي كده على جنب. بعد كده حبايبي الخطوه الثانيه، انا معايا كوبايه الا حاجات بسيطه من اللبن، بنزل بقى كده في بوله فاضيه، واللبن هنا بيكون دافي حاجات بسيطه جدا مش سخن بنسبه 100%. وكوبايه السكر، كوبايه الا حاجات بسيطه، والمعلقتين كبار من الشربات. وعلى فكره الشربات بيديلها طعم حلو قوي. بعد كده حبايبي بقى نفضل نقلب كل ده في قلب بعض لحد السكر بقى ما يبوش معانا ايه في قلب اللبن. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلطت اللبن والسكر مع بعض شايفين الشكل. هنا السكر باش وهو ده الشكل اللي مطلوب معانا. بعد كده يا حبايبي هنجيب السميد البسبوسه اللي احنا عملناه الاول في الفيديو، وهنضيف عليها ايه الحاجات دي. سمي بسم الله كده كله مره واحده. بس كده احنا بس هنقلب حاجات بسيطه، احنا مش بنعجن، بنقلبها كده، بنشرب السميد بتاع البسبوسه من الحاجات السايله دي، بتقلبي كده من تحت لفوق لان هنا مش بتحتاج عجن. كده حبايبي بعد ما شربت السميد البسبوسه من الخليط بتاعنا السايل وهو ده الشكل اللي مطلوب. بعد كده حبايبي بقى هنجيب الصينيه بتاعتنا عشان خاطر نفضي البسبوسه فيها. بعد كده حبايبي انا جايبه صينيه وحاطه فيها معلقه سمنه كبيره ومسيحاها بالشكل ده. لازم تحطي في القعر سمنه كتير عشان خاطر قعرها يحمر، ما تبقاش ايه مقيحه معاكي، ما تكونش شاربه سمنه، بتبقى حته متحمره وحته لا، فلازم نحط معلقه سمنه كبيره هنا. بعد كده حبايبي خليط البسبوسه بتاعتنا جاهز. سمي بسم الله وننزل بيه كده في قلب الصينيه. وبعد كده يا حبايبي هنبدا نوزعها في الصينيه بالمعلقه بالشكل ده. كده حبايبي بعد ما وزعت البسبوسه في قلب الصينيه بالشكل ده، شايفين السمنه اللي هي طالعه فوق الوش دي،
متقلقوش منها، هي وهي في مرحله السوا كل ده البسبوسه هتشربها وهيديلها طعم حلو قوي. بس يا حبايبي قبل ما ندخلها الفرن لازم تهبدي الصينيه كده شويه. ليه؟ عشان خاطر تتساوى، وممكن تسوي وشها بمعلقه لو انت لقيتي حسيتي ان وشها مش متساوي. طبعا اهم خطوه لازم يبقى قبلها الفرن يبقى مولعاه عشان خاطر البسبوسه ما تنشفش مننا في الفرن. يلا يا حبايبي ندخلها الفرن. بعد كده حبايبي هنحضر شربات للبسبوسه. معايا كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا كوبايه ميه. هو شربات البسبوسه لازم يبقى خفيف، بس انا بخليه وسط، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. بعد كده حبايبي هننزل بالكوبايه وربع سكر، اول كوبايه اهي، والربع كوبايه، وكوبايه ميه. تمام يا حبايبي. بعد كده بقى انا معايا ريحه جوز الهند، انا بحط حبه شويه كده بس بيديلها ريحه حلوه قوي مع البسبوسه. وبعد كده يا حبايبي هنرفع الشربات على النار كده. يا حبايبي الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شايفين اللون الجميل؟ هي بالظبط يا حبايبي خدت معانا وقت 10 دقايق في الفرن. طبعا يا حبايبي وهي لسه سخنه والشربات بتاعنا بيغلي اهو، هما الاتنين بتبقي لسه مطلعه البسبوسه من الفرن والشربات طافيه عليه، تزقي البسبوسه على طول كده. لازم تبقى سخنه، الشربات سخن والبسبوسه سخنه. لازم نزقي كل حته كده. شايفين يا حبايبي البسبوسه بتشرب الشربات ازاي؟ ده هتبقى كده البسبوسه طالعه معاكي ناجحه. شفتوا هي قد ايه ما خدتش وقت؟ هي بالظبط يا حبايبي خدت 10 دقايق في الفرن. ليه ما طولتش في الفرن؟ عشان خاطر انا كنت قايده الفرن قبلها بشويه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. في خطوه عايزه اقول لكم عليها، لازم تغطيها لمده 10 دقايق بحاجه اكبر من الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. ليه بغطيها لمده 10 دقايق؟ عشان خاطر الشربات يتشرب بالبسبوسه كويس قوي، والبسبوسه في نفس الوقت تعرق وتبقى طريه ما تكونش ناشفه معانا. شفتوا هي قد ايه سهله كده يا حبايبي؟ بعد ما غطينا البسبوسه لمده 10 دقايق شايفين شكلها حلو ازاي، وشايفين شربت الشربات كله ازاي، وشايفينها قد ايه هي طريه. في خطوه حبايبي هقولك عليها قبل ما تقطعيها. شايفين يا حبايبي الجناب دي لازم قبل ما تقطعي البسبوسه تسلكي الجناب كده بالشكل ده. ليه انا بسلك الجناب دي؟ عشان خاطر لما تيجي تقطعي البسبوسه وتيجي تطلعي الحته ما تكونش لازقه في الجناب حاجات بسيطه زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حبايبي. وفي حاجه عايزه اقولك كمان، وهي سخنه ما تحاوليش تطلعي منها تقطعي البسبوسه وتطلعي منها على طول. ممكن تبقى في الاول تبقى مهريه شويه، لازم تسيبيها تبقى بارده خالص عشان خاطر تقدري تطلعي منها الحته بحته. يلا بينا يا حبايبي، يلا بقى نقطع البسبوسه بتاعتنا الجميله دي. شايفينها قد ايه بكل سهوله بتتقطع ازاي، وشايفين لونها حلو ازاي. انا بجد والله على قد ما بقدر بحاول ابسط لكم كل حاجه انا بعملها عشان ما تحسيش ان في حاجه صعبه عليكي. وبجد لو جربت صينيه البسبوسه اللي انا عملتها دي بطريقتي مش هيبقى عندك فيها مشكله خالص، هتعملها بكل سهوله بكل بساطه. وشايفين بتتقطع ازاي بكل سهوله يا حبايبي. بجد ما اقولكوش على طعمها بيبقى لذيذ جدا، كل لو هتشرفك قدام ضيوفي. وكده يا حبايبي احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك، وبألف هنا.